لما تلاقي هدومك اتوسخت طينه او وحل بالشكل اللي انت شايفه ده، خصوصا في ايام الشتاء اللي احنا فيها، اوعى لما تلاقي الملابس بالشكل ده تاخدها تروح تغسلها على طول، لان بنسبه كبيره البقعه دي هتسيب اثر في الملابس عندك، وبعد كده هتبقى مستحيل انها تروح. صلي على النبي وتعالى معايا عشان اقول لك تعرف تتعامل مع البقعه دي ازاي. بقع الطينه والوحل من اسهل البقع اللي احنا ممكن ننضفها في الملابس، بس في نفس الوقت لو سابت اثر في الملابس بعد الغسيل بيكون من المستحيل انها تطلع. عشان كده مهم جدا ان احنا ننشف الملابس دي الاول قبل ما تتغسل، يا اما نعلقها ونسيبها تنشف براحتها او نحطها قصاد مروحه، او لو مستعجلين بنجيب استشوار وبنحاول ننشفها الاول قبل ما نغسلها. وبعد ما نحس ان الطين اللي على الملابس بدأ ينشف بنجيب فرشة بتكون خشنة شوية وبنحاول ان احنا نفرك الطينة اللي موجودة على الملابس، ومن غير خلطات ولا اي حاجة. كل اللي بنحتاجه شوية مية وعليهم اي مسحوق بتاع غسيل ملابس، او ممكن نحط قطعة الملابس زي ما هي تتغسل في الغسالة عادي. تعالى اوريكم بقى لو حطينا بقعة الطين زي ما هي تتغسل على طول من غير ما ننشفها او نفركها. لازم هتلاقوها سايبة اثر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسانيش بدعوه حلوه وتدوس على القلب اللي في الجنب ده وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد.